عرس كان تقدر. موضوع المبادرة، موضوع المبادرة بإنه يجيب لك العروسة الأصيلة بنت الجبال، موضوع داك مشى وين؟ أنا يوم داك أنا يوم داك مع ثلاثة قلت لكم والله الزول ده لو أرس ولو جاب مرته أنا أخلي اللايفات عديل، أقف أمسح التيك توك وأمسح صفحاتي في الفيسبوك وأخلي اللايفات عديل ما أعمل نهائي، والله أمسح عديل ما أعمل. فكده شباب وروني هنا أحمد كسل موضوع المبادرة بتاعت إنه يجيب الإيال، مبادرة داك مشى وين لحد حسي؟ الإيال وين يا أحمد كسلة؟ باللغة الفورية في مصطلح بتقول إنه ألبو دالو جيو، وده بالضبط حاصل لأحمد كسلة. طلع فسوة كبيرة وداير يودر صوت الفسوة ده بإياد بكروروك. الله يهديك يا أحمد كسلة. كويس. الموضوع بتاعت داير أجيب أولادي وإيرس أولاد اللي هم أصلا ما موجودين. أحمد كسلة، أنت عارف ليه الانتقام والقهر والعناية والقهر؟ لأنه نحن الشعوب السودانية مجتمعات ذكورية، يعني مجتمعات ذكورية. الحس الذكوري والحاجة ده الرأس مال بتاعتنا الأساسي. يعني الواحد لو ضيع الداك بعد داك بيكون ما عنده أي أخلاق. ده شفته ما عنده أي أخلاق، شفته ممكن يقتل الحلة كله. لو سألته وقعدت معه تحت كده عشان يشرح لك الأسباب ما بيكون عنده أسباب، فبالتالي ما بيقعد معك تحت عشان يشرح لك، لأنه هو أصلا عارف ما عنده حاجة عشان يشرحه لك، فبالتالي بيكون عايش في حالة بتاع الذعر. فيا يا شايباني، بس الحاجة الكويس صراحة اللي عاجبني من الشباب اللي قالوا اللي أكلوا من إيدك، قالوا تائب جدا ما شاء الله، طباخ ماهر، ودي حاجة ما كعبة. أمشي أطبخ للجنجويتك ديل. أنزل تحت هنا، أنزل تحت هنا أطبخ لهم أحسن لك بمناسبة. القصة بتاعت الميري من جبال النوبة. القصة ده قصة فالصو، قصة فالصو يا أحمد كسلة. بعدين أنت عايش في كل حاجة فالصو، أنا ما أعرف ليه. بجاي اتلصقت في شعب المصاليت العظيم وأنت فالصو كذاب، فالصو ما منه. بجاي هنا جيت هنا أنا والله مرتي نوباوية عشان تستقطب النوبة، وأنا ذات نوبة ده عندي فيهم نسيب الأسد، أولادي من الأسد. ناس عملوا لك مبادرة دفعوا لك قروش حية كر كده، قالوا لك جيب كان راجل. أي أنت كده كسكست. ها كسرة بعد دفعوا لك قروش الحية كده، حية ناس جو دفعوا لك كده في جنجويد ما عندهم قروش. كويس. دفعوا لك قروش حية كده، قال لك يا زول أنت موضوع كله بس الواقف قدامك ده القرش. أيوة حينا يا زول، أبشر يا زول، أبشر. دفعوا لك قروش حية كده، قالوا لك جيب بعد ده كان تقدر. صاحبنا. ليه؟ لأنه أصلا ما موجود حاجة، ما في. كويس. ففي الآخر يعني جابوك أنت عشان تتبنى المشروع بتاعتهم بتاع إنكار أهل الأرض واستبدالهم بناس جدد شايلين شيكاراتهم جايين داخلين 2003 وجايين داخلين 2024 و2025. زول شايل شيكارته بنت شاد ومن ليبيا ومن نيجر جاي، فجايبينك الليلة انت عشان ما في شعوب أصيلة، ما في ما في. لو كان بتنكر بالعضلات زي ده، لو كان الحاجة ده لو بتنكر بالعضلات زي ده ما كان نكروا من زمان. كان بتنكر بالعضلات زي ده كان نكروا من زمان في قبالك كتار.